للمنتخب المغربي على البرازيل، مع أيضا المنتخب الفرنسي الجديد تحت قيادة كيليان مبابي. أيمن ديدي في المغرب، المنتخب المغربي بالطبع رأيناه متألقا في قطر، رأيناه متألقا أيضا مع البرازيل، سنتحدث عن مباراة البرازيل فيما بعد. ولكن الآن رجراجي يعتمد على مجموعة ثابتة، إن كان لاعبين لهم خبرة كبيرة مع أندية كبيرة كحكيمي كزياش وغيرهما، أم حتى لاعبين شباب أيضا يحترفون في أندية أوروبية. وصحيح، يعني كما أشرت إلى ذلك، لكن أريد أن أعرج على نقطة أشار إليها الزميل حمزة. المجموعة المنتخب المغربي ليست بالجديدة مع ركراكي، هي المجموعة التي اشتغلت مع وحيد خليلوجيت. نعلم أن بعد مونديال روسيا 2018 العديد من اللاعبين البارزين في المغرب اعتزلوا، بوصوفا، كريم أحمدي، العديد، وبالتالي كان المغرب مطالب بتغيير يعني جلده، وبالتالي اعتماد على لاعبين جدد. الآن هناك سياسة جديدة، هناك فلسفة، هناك طريقة لعب جديدة بالمنتخب. ربما ما هو جديد أيمن، عفوا، ما هو جديد هو أيضا ربما نوعية اللاعبين ونوعية الأندية التي يلعب فيها بعض اللاعبين. يعني قبل ذلك اللاعبون الذين ذكرتهم كانوا يلعبون في أندية أوروبية من الصف الثاني، الآن لديكم لاعبون يلعبون في أندية كبيرة من الصف الأول. وصحيح، يعني هذه نقطة تحول، يعني هذا جيل جديد من اللاعبين المغاربة من أبناء جالية مقيمة بالخارج، برزوا، تألقوا، وأصبحوا يطعمون كبرى الأندية الأوروبية، وهذا استثمره المنتخب المغربي. لكن أريد أن أشير، لا يمكن استثمار كمية أو كفاءة أو جودة هذه اللاعبين دون توفر على مشروع لاعب، على هوية لاعب. هوية اللاعب هي مهمة جدا، والمنتخب الوطني المغربي كل من شاهد مباراته في كأس العالم أو المباراة الأخيرة التي أقيمت مع البرازيل الودية سيمكن الجزم بأنه له هوية لاعب، له طريقة لاعب، له مبادئ لاعب. هذا هو الأهم، يعني لو بروجي نتاع المنتخب يعني هناك مشروع واضح بالنسبة هذا ما تقوله. نأسف، هناك بعض الانقطاع في الخط من وقت إلى آخر، نعتذر عن ذلك أيمن. صحيح أن المنتخب المغربي برهن عن قدرته على مواجهة أكبر المنتخبات في العالم. أدم، رأينا ذلك في المونديال، يتغلب على بلجيكا، على إسبانيا، على البرتغال، ورأيناه في هذه المباراة الودية يتغلب على البرازيل. صحيح، مباراة حتى نشير أنها مباراة بلا رهان. يمكن للمنتخب المغربي كانت مباراة لإثبات بأن ما حصل في الدوحة لم يكن يعني من محض الصدفة، وأيضا أمام جماهيره. لكن المنتخب البرازيلي يعني أعتقد بأنه في بين قوسين في إعادة تشكيل، صحيح، مع مدرب مؤقت، مع لاعبين بدلاء القادم. وحتى رأينا بأن هناك حذر تدخل مرابط على فينيسيوس جونيور. أعتقد بأن هذه الأمور كلها خلت اللاعبين البرازيليين يأخذوا المباراة مش بجد بالتركة. لكن يبقى بأن ما فعله المنتخب المغربي من حيث التاريخ مهم، ومن حيث الرمزية مهم، وهو في الطريق الصحيح. لكن أنا أعود وأقول بأن هذه سياسات الاتيان أو المجيء بما هو خارج لا تصب في مصلحة ما هو في الداخل والبناء الصحيح، وهذا ينطبق على جميع الدول الإفريقية. أعود إليك أيمن، بالنسبة لهذه المباراة ضد البرازيل، المنتخب المغربي تغلب ب2-1. صحيح هناك من يقول كان هناك بدلاء، مدرب مؤقت إلى آخره بالنسبة للمنتخب البرازيلي، ولكن تاريخ كرة القدم يعني لن يتذكر من لعب ومن غاب عن المباراة، سيتذكر فقط النتيجة في النهاية. صحيح، يعني هذه مقابلة ودية لكنها اكتسبت واحد الطابع ندي وشرس. إذا قمنا بالاطلاع على إحصائيات هذه المقابلة ولاحظنا عدد الالتحامات ما بين لاعبين المنتخبين، يتضح لك أنها كانت مقابلة رسمية. ثاني شيء، أعرج على ما قاله آدم، يعني لاحظنا في المنتخب البرازيل لاعبين كازيميرو، فينيسيوس، رودريغو،
دونك اللاعبين ليس من الصف الثاني، هما لاعبين الصف الاول. صحيح. ونعرف ان المنتخب هما لا قاعده كبيره من اللاعبين نفس المستوى، وبالتالي اذا غاب لاعب او لاعبان او ثلاث لا ينقص من قيمه المنتخب البرازيلي. هذه ثاني شيء، يعني الاهم في هذه المقابله هو المغرب ان يحافظ على شخصيته، على هويته، على طريقه لعبه. لا ننسى بانه هذه المقابله ذات في سياق يعني خاص. هنا اشير الى ان المغرب يعني في خلال مباراه كاس العالم ومقابله وديه واجه منتخبات ست منتخبات في التوب 10. يعني ترتيب نعتذر منك، الخط سيء بعض الشيء أيمن اليوم. فقط أنا أضيف وأشكرك أن المنتخب المغربي الآن وبأنه أنهى في نصف النهائي أنا في المرتبة الرابعة أصبح مطلوب لمباريات ودية ضد أكبر المنتخبات العالمية. ألف شكر لك أيمن. نأسف ونعتذر منك ومن المشاهدين طبعا للمشاكل الفنية التي واجهناها.